كل مدربين المنتخبات في العالم لديهم رؤية مستقبلية لمنتخبهم وللتظاهرة التي عليهم المشاركة فيها، يعني رؤية لخصومهم. ومن هنا يأتي اختيار اللاعبين. مثلاً، مدرب منتخب فرنسا ليست له علاقة مع لاعبيه، هو يعتبر رئيسهم في العمل وعليهم احترامه، واختياره للاعبين كما أشرنا يكون حسب المراكز وحسب التظاهرة وحسب كل مباراة وكل خطة. مثلاً، ينادي على مدافع أيمن ومدافع أيسر رسميان في الفريق، وهنا يأتي الاحتياط، عليه البحث عن لاعب قادر على تعويض أحد المدافعين سواء الأيمن أو الأيسر، أو حتى مدافع أوسط في حالة الغيابات أو الإصابات. يعني أي مدرب ينادي على المراكز: الدفاع، الهجوم، ووسط الميدان والأجنحة. وإذا كان المدرب يملك لاعبان نجمان ويلعبان في أكبر الفرق العالمية ولكنهما يلعبان في نفس المركز، فلن يشاركهما في نفس المباراة، سيدخل لاعب واحد وعليهما التنافس من أجل الرسمية، لأنه لا يهمه من اللاعب وأين يلعب، المهم هو الفوز للمنتخب وللوطن ككل. لكن في المنتخب المغربي مدرب يختصر كل شيء، ينادي على لائحة من اللاعبين الذين يحبهم، وعند المباراة يبدأ في اختيار التشكيلة الرسمية. على سبيل المثال، هناك لاعبان بالنسبة له هم لاعبان رسميان، ولا تناقشه لماذا يشاركان 90 دقيقة كاملة، هم مزراوي وإبراهيم دياز. مزراوي مركزه هو مدافع أيمن كأشرف حكيمي، لكن وليد يشارك به في الهجوم أو مدافع أيسر أو أي مركز، المهم أنه سيلعب. إبراهيم دياز لأنه فضل منتخب المغرب على إسبانيا. لاعب آخر مع فريقه يلعب مهاجماً في العمق، لكن مع وليد يلعب في الجناح الأيسر. مشكلة المدرب أنه يشارك بمجموعة من أحبابه من اللاعبين، وكل مباراة يغير مراكزهم. وإبراهيم دياز لأنه اختار المغرب.